فيه دكتور بوذي يقول كيف تؤلم المسلمين ظهورهم وعندهم الركوع. فعلا لا تفكرنا وشفنا يعني فعلا النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه نحن نخالفه تماما. القضية أنه أنا 4 سنوات أعاني من آلام الظهر أو 5 سنوات، إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى أن أسمع هذا الكلام وهذا الكلام ثم أربطه بقضية الركوع. طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فوجدت حقيقة تغير كبير جدا 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 جدا، بل شفاء بنسبة 80% ولله الحمد من الآلام اللي كنت أعانيها سواء في الصيف أو في الشتاء. طبعا الكلام هذا لا يقتصر على كبير أو صغير، الجميع، لأن أنا شفت نحيف وسمين وقصير وكلهم يعني تؤلمهم ظهورهم، ولذلك حبيت حقيقة نقول لكم طريقة الركوع السليمة على أساس أن الواحد يستطيع أنه يعالج نفسه بنفسه. طبعا الآن خلوني أوريكم الطريقة السليمة لقضية الركوع اللي بإذن الله ستجدون إيجابيات فوق الخيال بعد ما تطبقونها بإذن الله تعالى. كان الركوع قديما بالنسبة لي أنا وأشوف كثير من الناس يعني للأسف هذا ركوعه بالشكل هذا. هل هذا ركوع سليم؟ لا، ما هو بسليم، وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستوي ظهره تماما. شوفوا كيف بدأت أدرب نفسي على شوي 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 شوي. يعني أنا في البداية كنت بالشكل هذا، ثم استطعت إني أوصل كذا، وكنت أتحدث مع أبنائي هل المستوي ظهري؟ يقول لي لا توك، فأستغرب شلون أنا ضاغط ومع ذلك يقول توك، حتى وصلت مرحلة الاستواء مع رفع الرأس. لاحظوا نرفع الرأس ونرخي العضلات هنا العضلات تلقاها شادة، أرخي العضلات اتركها، تحس انه بينطلق ظهرك، ما عليك من الكلام هذا، استمر. اذا استطعت انك تعد من 1 إلى 50 في كل مرة تنزل، مو شرط على طول لكن ننزل. شوف لاحظ في النهاية تصل يدك بالراحة الى الارض بالراحة. لما سويت الحركة هذه وجدت الحقيقة فائدة والله ليست بالسهلة. فأنا أقول طبقوها في الركوع. الصلاة طبعا باستمرار نحاول نسوي الظهر خارج إطار الصلاة، نحاول نركع، نعد من 1 إلى 20 إلى 40 إلى 50 بقدر ما نستطيع. بإذن الله ستجد نتائج مذهلة. دعواتكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.